الفيلم ده هز عرش السعودية. هو عن ايه؟ هو عن قصة حقيقية لشاب سافر اللي يشتغل في السعودية لكن اتباع كعبد يرعى الأغنام في الصحراء. قصة صادمة بكل المقاييس. من غير ما نحرق الفيلم تعال نحكي القصة من أولها. بتبدأ أحداث الفيلم في المطار مع شاب اسمه نجيب، وهو ده بطل قصتنا النهاردة. وبيكون الضابط السعودي بيفحص أوراقه، لكن المشكلة إن نجيب ما كانش بيفهم عربي، وبيتدخل صديقه حكيم وبيحل المشكلة. بعدها بيستلموا جوازات السفر وبيدخلوا المملكة. وفضل نجيب وحكيم يدوروا على الكفيل اللي المفروض مستنيهم او اي ورقه مكتوب عليها اساميهم. بعدها نجيب يروح يعمل مكالمه للمكتب اللي المفروض تابعين ليه في المملكه، لكن لحظهم السيء كان يوم الجمعه اجازه رسميه في المملكه العربيه السعوديه. في النهايه بيخرجوا من المطار وهم محتارين مش عارفين يروحوا فين، ولكن في الخارج بيلاحظوا راجل سعودي في المطار وبيكونوا شاكين ان هو ده الكفيل بتاعهم. بعد شويه بيخرج نفس الشخص اللي شاكين فيه اللي بيكون اسمه طالب وبيتكلم معاهم عربي، ولكن لحظهم السيء ان هم مش بيفهموا عربي. وبعدها بيشوف جوازات السفر بتاعتهم بياخدهم على العربيه. طبعا نجيب كان مبسوط لان اخيرا فرجت ورايحين يركبوا الكابينه، ولكن طالب بيأمرهم انهم يركبوا في الصندوق في خلف العربيه بتتحرك في شوارع المملكه اللي بتكون ساحره وجميله. المهم بدأت العربية تدخل في وسط الصحراء، ونجيب بيحط حاجة على راسه من شدة البرد، لحد ما أخيرا وصلوا بعد 6 ساعات متواصلة في الصحراء. وبعدها طالب بيؤمر حكيم إنه ينزل لوحده لأحد مزارع الأغنام. وبدأ نجيب يصرخ على انفصال حكيم عنه لأنه كان فاكر إنه شغلهم مع بعض. وتم إجبار نجيب إنه يرجع على العربية عشان يكمل طريقه مع طالب. وبعد ساعات تاني متواصلة بتوقف العربية وبينزل نجيب في مكان غريب جدا وسط الصحراء، وبيكون في خيمة وحيدة. وبيدخل نجيب لابن أخوه اللي اسمه خالد وبيطلب من نجيب إنه ينام في أي مكان لحد الصبح. ولكن نجيب حاول يتكلم معاهم إنه جاي يشتغل في شركة لكن مش فاهمين لغته. ولكن نجيب بيلاحظ رجل عجوز ملقى على الأرض اسمه عظيم بيتكلم نفس لغته. فعظيم بيسأله إنه عارف الشغلانة اللي جاي يشتغلها دي ولا لأ، وكان الكلام وراه مصيبة. وبعدها نجيب بيشرب من الخزان وبنشوفه هو مرعوب من أحد الجمال اللي قربت منه فجأة. بعدها نجيب يلاقي الجو برد فبيقرر يدخل خيمة خالد وينام على جنب، ونام في ثانية لثانية. كان نجيب رايح في النوم وبيحلم بأيام زمان وهو شغال صياد في أحد البحار. وبعدها نجيب بيسمع صاحبه إن التأشيرات العمل في الخليج بمبلغ كبير، وبعد أيام بيراهن نجيب على بيته مقابل المبلغ. وبعدها بيروح يسلم المبلغ لشخص اللي بيطلع التأشيرات في قريته، وبيقول للشخص ده انه يكون رحيم عليه لانه راهن بيته مقابل المبلغ ده عشان التأشيرة، لكن بيأكد عليه انه مش هيخدعه لانه من قرية واحدة. بعدها بنشوف زوجة نجيب مع امه في كوخ بسيط جدا، وكانوا بيتمنوا ياكلوا لقمة حلوة. لكن سوريا مراته بتقول لحماتها ان نجيب هيسافر هيوكلنا كل حاجة حلوة. بعدها بيصحى من النوم مفزوع لان الكفيل خالد بيضربه وبيطرده بره الخيمة وهو قرفان منه، وللأسف بيخرج ينام في عز البرد. وتاني يوم بيصحى نجيب على صوت العجوز عظيم وبيشوفه كويس وبيلاحظ انه دقنه طويلة وانه عبد من سنين طويلة. بعدها عظيم بيقدم الحليب لنجيب. نجيب بكل تلقائية بيشرب الحليب، وعظيم بيزعق فيه وبيقول له انه خاص بالكفيل. فعلا نجيب بيدخل على خالد الخيمة وبيصحيه وبيقدم له الحليب. الكفيل بيتكلم معه بتكبر وبيشرب الحليب بطريقة مستفزة. وبعدها الكفيل بيأمره باستلام عمله في راعي الأغنام مع العجوز عظيم، لكن نجيب بيقول له إن ده مش الشغل اللي هو جاي عشانه، وبيطلب منه إنه يرحمه ويسيبه ويمشي عشان باع كل حاجة عشان يجي المملكة. ولكن الكفيل بيصرخ فيه لأنه مش فاهم منه أي كلمة. وبعدها بيوصل الكفيل الثاني طالب بالعربية، فنجيب راح له وصبغ نجيب الكلام وخلاه يشيل الشكاير على ظهره ويدخلها الخيمة. وبنسمع بعدها نجيب وهو بيدعي على جاره اللي سلمه التأشيرة، خدعه بإنه قال له انك هتشتغل في شركة. يزعقوا في نجيب لانه مفروض يكون في عمله، بيقولوا له شوف شغلك. وما زال نجيب يحاول انه يفهمهم ولكن محدش كان فاهم منه اي حاجة. وبعدها بيجري يطلع البزبور والورق، لكن طالب بيقطع البزبور والورق. بعدها الكفيل بيديله قطعة خبز، شوية يعملوه بقسوة وشوية يعملوه بإحسان. كان نجيب بياكل من كتر الجوع ويعيط، وبعد ما بياكل بيجري ورا العجوز عظيم ويسأله
على اسم المكان أو أي خريطة أو أي حاجة للصحراء دي، ولكن عظيم بيقول له الصحراء دي خارج نطاق الحياة تماما، يعني بالمعنى العربي دخول الحمام مش زي خروجه. وفي نهاية اليوم الشديد ده يحلم نجيب بزوجته وأمه وبيفتكر وهم بيودعوه في محطة القطر قبل ما يسافر، فبيقابل صديقه حكيم ووالدة حكيم بتوصي نجيب عليه بتقول له خلي بالك منه. بدأ نجيب يودع مراته بنظرات حزينة مؤلمة لأنهم كانوا عرسان جداد. المهم في صباح اليوم التالي يصحى نجيب بدري وبيقضي حاجته، ولكن الكفيل طالب بيزعق فيه وبيقول له إن المية بيشتروها وبيقول له إنه يستخدم الرملة بدل المية. وبعدها بساعات بيوصل شاب بيملى خزان المية وقرب منه وطلب منه إنه يهربه، وبيدخل عليهم طالب وبيعرف الطلب اللي طلبه نجيب وبيضرب نجيب بالجلدة، ولكن نجيب بيمسك الجلدة وبيحاول يدافع عن نفسه، ولكن طالب بيحس بالإهانة فبيدخل الخيمة ويجيب السلاح وعايز يقتل نجيب، لكن نجيب في المرة التانية بيدافع عن نفسه، ولكن طالب بيضرب نجيب بحرف السلاح على راسه وبيقع على الأرض. فبيحن الأيام زمان. نجيب بيفتكر مراته وهما في النهر وقد إيه هي كانت جميلة، وهو كان شاب فقير كل أحلامه كانت ضايعة، ولكن الحاجة الوحيدة اللي كسبها في بلده إنه كسب مراته. وبدأ يفتكر يوم زفافه اللي بدأ بقصة حب طويلة انتهت بالزواج على النهر في قريته. وبنرجع للحاضر مرة أخرى وبيصرخ نجيب من كتر الظلم والقهر، وبيروح بعدها يسأل عظيم كام سنة قضاها عبد في الصحراء. بيقول له إنه مش فاكر حاجة، ولكن المؤكد إنه مستحيل الخروج من هذه الصحراء. بعدها نجيب بينام في عربية خردة في الصحراء يحمي نفسه من الشمس نارها، وبيصحى على أصوات الكفيل المستفز وهو بيطلب منه إنه يحلب الأغنام فورا، ولكن المعيز بيرفصوه ويوقعوه على ظهره لأنه أول مرة يحلب المعيز وسط ضحك الكفيل خالد اللي بيستهزأ بنجيب. المهم نجيب بدأ يتعلم ويرعى الأغنام في وسط الصحراء، ولأنه كان قليل الخبرة وبترفصه لأنه غريب عليهم، وبيغمى عليه وبيدخل طالب يفوقه وبيكب عليه مية الإزازة منه. وبعدها نجيب بيطلب إنه يروح المستشفى، لكن طالب بيسخر منه. وعدت شهور وأسابيع وأصبح نجيب شعره طويل وبقى أسمر، وتفاجأ لما شاف نفسه في مراية العربية وكأنه أصبح مثل العجوز عظيم، وفضل يبكي ويدعي ربنا إنه ينتقم من الظالمين، وقرر بعدها إنه ينتحر. فبتجيله رسالة من النسر ويمنعه من الانتحار، فبيلاحظ نجيب تجمع النسور على جثة فبيروح يشوف مين الميت، فبيتفاجأ إن جثة العجوز عظيم مدفونة تحت الرمال. ففضلت النسور تحارب نجيب، وفي آخر لحظة قرر نجيب إنه يترك جثة عظيم ويرجع للخيمة، وحاول ياكل من البرطمان اللي زوجته كانت حاطة فيه الأكل لكي يفتكر أيام السعادة، لكي ينسى إنه وسط وحوش بلا رحمة. وبعدها نجيب يقرر الهروب، ولكن طالب بيشوفه وبيجري وراه بسرعة شديدة بالجمل وبيضرب عليه نار بشكل عشوائي لحد ما بيصيبه في رجله. فقرر انه يكسر عظامه بظهر السلاح اللي هو ماسكه عقابا ليه عشان فكر في الهروب. وبعدها طالب ربطه وسط الاغنام وبيحاول نجيب يفك نفسه عشان يشرب، ولكن للاسف شرب من حوض الاغنام. وعدت شهور وسنين وتحول نجيب للعجوز الراحل العظيم، جسد ضعيف وبشرة سوداء من شدة الشمس الحارقة. فجأة السماء بدأت تمطر ثلج شديد، ونجيب استخبى مع الأغنام تحت تلة كبيرة وبدأ يؤكل الأغنام من أكله الخاص بعد ما المطر منعهم من رزقهم اللي في الأرض. واستغرب نجيب من الطرق اللي في التلة، فقرر إنه يخوض المغامرة. وده الجزء الأول، استنونا في الجزء الثاني.